أنظار العالم تتجه إلى الاستاد الأولمبي في ستراتفورد شرقي العاصمة البريطانية لندن، حيث حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية. مراسم الاحتفال لهذا الحدث بدأت بعدما قرعت ساعة بيج بان الشهيرة أجرازها عند تمام الساعة 7:12 صباحا بتوقيت غرينتش، إذانا ببدء الاحتفالات. هي المرة الأولى التي يقرع فيها جرس الساعة البريطانية الأشهر في خلاف التوقيت المعتاد عند تمام كل ساعة منذ وفاة الملك جورج السادس والد الملكة إليزابيث الثانية. أما الشعلة الأولمبية التي استقبلت بحفاوة بالغة في كل أنحاء البلاد خلال مسيرة امتدت على مسافة 12872 كيلومترا، فبدأت يومها 70 والأخير بالانتقال من قصر هامبتون كورت قرب لندن. حضور دولي كبير في حفل الافتتاح وصل إلى أكثر من 120 من رؤساء الدول والحكومات، ورغم غياب الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلا أن قرينته ميشيل حرصت على الحضور إلى بريطانيا للمشاركة في الاحتفالية. إلا أن الأمر لم يخلو من بعض الأمور التي تعكر صفو الاحتفالية، حيث أصاب سائق سيارات الأجرة الحركة المرورية بحالة من الشلل التام في المنطقة المحيطة بضاحية هايد بارك كورنر بوسط لندن في أحدث احتجاج على منعه من التوقف في المسارات المخصصة للأولمبياد.